تدعو كي تنقذه من النيران، تهدي النورا لمن تدنو كي تحمله إلى الإيمان، بشعار الحب وبالرحمة بلسان واضح بيان، إسلام لجنته تدعو قلوب الناس إلى الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، ليلة من ليالي لجنة التعريف بالإسلام لا أنساها أبدا. بعد اجتماع مزدحم مع الإخوة الدعاة والمسؤولين والإداريين في هذه اللجنة التي لا ينقطع عملها أبدا، انتهى العمل في ساعة متأخرة. أردنا أن نذهب إلى بيوتنا. قبل أن نخرج من اللجنة دخل علينا رجل أمريكي أحمر، أصله أمريكي. رحبنا به، قلنا له خير. قال أريد أن أسأل عن الإسلام. قلنا له تفضل. فتحنا المكتب مرة أخرى وجلس الإخوة حوله، التفوا حوله. قلت له لما تريد أن تسأل عن الإسلام؟ قال أنا للتو جئت إلى الكويت، كنت طوال حياتي في أمريكا، وأنا صغير كنت أرى في المنام رؤيا تتكرر علي في المنام. ما هي الرؤيا؟ والكل يستمع إليه بإنصات. الإخوة في اللجنة كلهم يجلسون يستمعون. قال كنت أرى في المنام منطقة اسمها مكة. يقول والله ما سمعت بها من قبل ولم يحدثني أحد بها وأنا صغير في السن، طفل. يقول وكنت أسأل جدتي، جدته مسيحية نصرانية لكنها منصفة وصاحبة يعني ما تظلم في كلامها. قلت لها يا أماه ماذا يعني مكة وأين تقع مكة؟ قالت لي هذه بلاد المسلمين، فيها مقدساتهم ويحجون إليها ويزورونها. قلت في نفسي لا بد أن أبحث عن هذه المنطقة التي أراها في المنام. كبرت والتزمت بديني وكنت أذهب إلى الكنيسة، لكن يقول والله بنفسه، يكلمني في اللجنة، يقول في نفسه، يقول كانت عندي أسئلة كثيرة لا يجيبني عليها أحد، وما ازددت إلا حيرة وتيها. أردت أن يجيبني أحد على أسئلتي، ما في. يقول وازددت حيرة بعد حيرة وهما بعد هم حتى كبرت وصار عمري أكثر من 30 سنة. يقول في يوم من الأيام رفعت يدي وطلبت من ربي أن يستجيب دعائي وأن يدلني على طريق يقربني إليه. لا زالت مكة في قلبي وأعرف مكانها وأعرف ماذا يفعل المسلمون، لكنني ما أسلمت. فدعوت الله جل وعلا أن يدلني على طريق يقربني إلى الإسلام. يقول بعد أن دعوت الله، يقول رن جرس الهاتف، تليفون. يقول رفعت سماعة الهاتف، أنت فلان؟ نعم. أنت مطلوب للخدمة. أنا عسكري. أنت مطلوب للخدمة. قلت لا بأس، لكن أين؟ قالوا مطلوب للخدمة العسكرية في الكويت. يقول أغلقت السماعة وقلت هذه استجابة دعائي، الله أراد أن يقربني إلى مكة، جزيرة المسلمين، جزيرة العرب. يقول وفعلا حزمت حقائبي. يقول جاء موعد السفر. يقول جئت إلى الكويت. يقول التحقت بالمعسكر في جنوب الكويت. يقول أنا أعمل لكنني أسأل الناس عن الإسلام. يقول حتى دلوني على لجنة اسمها لجنة التعريف بالإسلام. يقول أنا منذ العصر أبحث عن مكانكم، الآن وصلت، جاءنا في وقت متأخر في الليل. يقول دخلت عليكم الآن أسألكم عن الإسلام. عرفناه معنى الإسلام، سماحة الإسلام، كيف أن الإسلام يؤمن بما يؤمن به النصارى من أن مريم عذراء، وأن مريم لها فضل ومكانة، وأن عيسى نبي الله. نحن نؤمن بأن عيسى ابن مريم نبي الله، بل من أولي العزم من الرسل. أخذت أحدثه وأكلمه ومعنى التوحيد ومعنى الشهادتين ومعنى الإيمان بالقرآن وما معنى إفراد العبادة لله عز وجل وحده. بعد أن انتهيت من كلامي قلت له ألا زلت مصرا على دخولك في الإسلام؟ قال والله ما جئتكم إلا وأنا مصر على إسلامي. قال له الإخوة الآن تريد أن تسلم؟ قال نعم. علموني وأنطقوني الشهادتين. قالها من كل قلبه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كل الأخوة في الحضور منهم من دمعت عيناه، منهم من كبر، منهم من قام يعانقه، منهم من فرح واستبشر. أي نعمة هذه! رجل يعيش طوال حياته في أمريكا، يكتب الله عز وجل له الهداية
فما يسلم إلا في لجنة التعريف بالإسلام. هذا هو النور الذي شرح الله عز وجل به صدره. إذا أراد الله أن يهدي إنسانا شرح صدره للإسلام وسهل له أسباب الهداية. مشروع ضخم اسمه مشروع كفالة الدعاة. نسير دعاة في أنحاء الأرض، في الشوارع، في المستشفيات، في كل مركز نسير دعاة. من يكفلهم في هذا المشروع؟ أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته. حتى نلقاكم في حلقة مقبلة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.